البنات اللي طلبت مني وصفه لتتقيل وتطويل الشعر، النهارده هنعمل مع بعض وصفه مكوناتها كلها موجوده في البيت. الوصفه دي هتجنن يا بنات، تعتبر سحر كده، هتطول شعرك وهتقله وهتعمل اعاده انبات من اول وجديد. مش بس كده، لو انت داخله على بدايه الصلع لشعرك، الوصفه دي هتكون هي احلى حل ممكن ان انت تعمليه لو فرحك قرب ومحتاجه شعرك يطول في خلال شهر. بجد جيبوا معايا ورقه وقلم واكتبوا المكونات وعدوا معايا بدايه من يوم ما هتعملي الوصفه شهر واحد، وكلموني وعرفوني النتيجه. الوصفه هي يا جماعه، انا جبت في الاول برطمان. انا غطيت البطرمان بكيس اسود لان انا مش عندي برطمان غامق. لازم نغطي البطرمان بكيس اسود لو مش عندك برطمان غامق، لان زي ما قلت لكم زيت الزيتون بيأكسد لو اتعرض للنور. بجيب زيت الزيتون، بملى كوبايه من زيت الزيتون اهو، بملى كوبايه كده من زيت الزيتون بحطها في البطرمان. لو انت عاوزه تعملي كميه اكبر، يعني الكميه اللي انا بعملها دي ممكن تكفي معانا شهر. انت عاوزه تعملي كميه اكتر، كل واحد بقى على حسب ما يحب. لو انت بتزهقي انك كل شويه تعملي خلطات. وطبعا بجيب برضو زيت الخروع اللي انا قلت لكم عليه، بحطه. زي ما قلت لكم، عندك اي زيوت انت بتحبيها، بتحبي تتعاملي معاها، جربتيها قبل كده، زوديها عادي. بجيب الثوم اهو، مش بدقه، بقطع الثوم بس كده نص تقطيعه، بحيث ان هو لما ينزل في الخلطه يكون تأثيره كويس. انا تقريبا عملت ما يعادل راس ثوم. الثوم مفيد جدا يا بنات للشعر، الناس اللي بيكون عندهم صلع من قدام، البنات اللي شعرها بينحل، بجد استخدمي الوصفه دي، هتكون كويسه جدا معاكي. بعيدا عن ريحتها اللي هتقلب البيت كله، بس بجد النتائج بتاعتها هتكون كويسه جدا. زي ما انتوا شايفين اهو، انا بحاول ان انا ممكن ما تقطعيش التوم، ممكن تدوقي التوم، كل واحده على حسب ما تحب. انا بقطعه اهو اختصارا بس للوقت، وعشان ما امسكش هون وافضل ادق يعني بالهون قدامكم اهو. ببتدي اجيب بقى قرنين فلفل الشطه، بفتح قرن الفلفل كده، وببتدي لازم تتاكدوا ان الفلفل ده شطه، تمام؟ لان انتي لما بتعملي فلفل شطه بيكون كويس قوي في تاثيره على فروه الراس، فبيكون حلو، بيفرق بجد معاكي. لو الفلفل مش شطه مش هيكون ليه اي تاثير، تمام؟ بحط اهو. كمان انا عندي فيتامين اي، انا بحب فيتامين اي جدا سواء للبشره او الشعر. هحط منه بس نقطتين 3 كده، ادلع يعني الوصفه. وزي ما انتم شايفين الوصفه اهي، هقفل عليها كويس وهحطها لمده 10 ايام في مكان ضلمه. ممكن تحطيها بقى في المطبخ، تحطيها في اي حته، وبعد كده هنبتدي نطلعها. حطوها زي ما قلت لكم لمده 10 ايام، وبعد 10 ايام طلعوها واستخدموها. حطي حبه منها على شعرك وافضلي ادعكي فروه راسك فتره طويله، 10 دقائق او على قد ما تقدري، اعملي مساج. وبعد كده البسي بركاب حراري، البسي كيس، البسي اي حاجه عندك ممكن تعملي بيها حمام زيت لشعرك، وسيبيها من 2 ل3 ساعات. وكل ما سبتيها اكتر كل ما النتيجه هتكون احسن. وزي ما قلت لكم، مش شرط ان انتوا تحطوا زيت الزيتون بس، اي زيت عندك حلو انت محتاجه انك تحطيه على الوصفه حطيه، اي زيت بيجيب نتيجه حطيه. بس اهم حاجه المكون الرئيسي بتاعنا زيت زيتون. انا عن نفسي حطيت زيت اندوركا وزيت امام الهندي فوق المكونات كمان في الوصفه اللي انا عملتها بعد كده. يا رب يكون النهارده الفيديو بتاعي عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. مع السلامه.